السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على احد الفيتامينات اللي احنا شغالين بيها. وفي معلومه عايز اضيفها للناس اللي بتتابعني لاول مره، لو في حد بيقول لك بضيف فيتامينات في قلب الميه والماعز ما بترضاش تشرب الميه. طيب انا زي ما انا قلت في الفيديوهات اللي فاتت هنضيف كيلو عسل على الميه، كيلو عسل تقريبا ب 15 جنيه هيخليهم يشربوا الميه بسرعه. فدايما انا اضيف الفيتامينات بتاعتي مع الميه اللي فيها عسل. يعني مثلا لو هدي املاح معدنيه احط كيلو عسل على 20 لتر ميه، واحط مقدار الفيتامينات بتاعتي اللي هو الاملاح المعدنيه اللي هو تقريبا سنتي على لتر ميه، يبقى احط 20 سنتي على الجردل برضو مع العسل. فمن هنا هيشربوا معايا الفيتامينات بسرعه. وطبعا الحاجه لما تشرب ميه كتير بتبقى بصحه جيده على طول باستمرار، هتبقى الشعره نظيفه، مناعه عاليه ان شاء الله. لو بترضع هيبقى في لبن كتير. يبقى كانت المعلومه في الفيديو بتاعنا، لو انت بتضيف فيتامينات في الميه وعايز الحاجه تشرب معاك الفيتامينات بسرعه او تشرب الميه بسرعه، هضيف كيلو عسل على الماء. يبقى كده يشربوا معايا الفيتامينات. لو كانت املاح معدنيه الف د 3 اهي. لو حاطط جرعه للديدان مثلا، لو انت بتحط الجرعه بتاعتك في الديدان للميه، في الميه وقايه مثلا 20 سم مثلا في قلب الميه وقايه كله يشرب. لو حطيت معاه عسل هنا هيشرب معايا بسرعه، ومش هتحس ان الميه قعدت فتره جامده، ان هم هيشربوا الميه تقريبا في خلال ساعه او ساعتين بالكثير، عشان الميه فيها عسل اسود. وقلنا طبعا العسل الاسود مليان معادن وفيتامينات وبيرفع المناعه وبيدي معايا طاقه وبيخلي الحاجه جسمها سخن دايما باستمرار. دي كانت المعلومه في الفيديو بتاعنا. ان شاء الله حضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس. وان شاء الله هنتكلم على مشروع الماعز البور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.